موبيليس. الآن إلى الرابطة الثانية موبيليس كذلك والجولة السابعة. أمل بوسعادة انهزم بميدانه أمام شبيبة كيكدا. هذه الأخيرة تزحف نحو المقدمة. اللقاء حضره الزميل عمر جمعي والذي يقول عنه. في مباراة لا تقبل القسم على اثنين، استقبل فريق أمل بوسعادة فريق شبيبة كيكدا المدعم بجماهيره التي تنقلت إلى بوسعادة وصنعت الفرجة في المدرجات. أمل بوسعادة وكالعادة دخل اللقاء بدون مقدمات، وراح من الوهلة الأولى يبحث عن فتح باب التسجيل حتى تسهل المباراة، لكنه اصطدم بالحارس خلفه الذي كان في يومه، وكاد الدفاع بقيادة صاحب الخبرة نيلي. لهذا حاول أبناء بوغرا استغلال الكرات الثابتة بعدما سدت الممرات، لكن بدون جدوى، خاصة عن طريق طبال الذي أقلقت كيكدية كثيرا في الشوط الأول. الشوط الثاني، وبعدما كنا ننتظر فتح باب التسجيل من طرف الأمل، وفي هجمة معاكسة في الدقيقة 55 تصل الكرة إلى بولنصور، وبتسديدة محكمة يخادع الحارس مزيان. وبعدما كنا ننتظر ردا أكثر من الأمل لتعديل النتيجة، جاء ما لم يكن في الحسبان. أحسن لاعب من شبيبة كيكدا بولنصور هذه المرة كموزع يتوغل على الجهة اليسرى، يقدم كرة على طبق لحامية محمد الأمين. هذا الأخير لم يتوانى في إمضاء الهدف الثاني، كان ذلك في الدقيقة 75. لنشهد بعدها مد بوسعادي مدعوم بجماهيره الوفية، وهو ما كان في الدقيقة الأخيرة عندما احتسب الحافظ هوي ضربة جزاء لبلغاريا. يتولى الفيصل بنفسه مقلصا النتيجة، لكن هذا التقليص جاء في نهاية المباراة التي استسلم فيها أمل بوسعادة لواقعية شبيبة كيكدا التي عادت بالزاد كاملا، فيما تكبد أمل بوسعادة الهزيمة الثانية على التوالي والأولى داخل الديار. نعم، وفي لقاء